مرحبا بكم في فيديو جديد عبر قناة سعودي مورنينج. وقبل بدء الفيديو ندعو مشاهدينا الكرام إلى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وعمل لايك. نبدأ على بركة الله. وفي هذا الفيديو نناقش الخبر التالي: الاتحاد الجزائري لكرة القدم يرد على لاعب رفض تمثيل الجزائر. نشر الاتحاد الجزائري لكرة القدم بيانا أكد فيه قرار محمد عمر رفيق اللاعب الجزائري لنادي الشمال القطري بالتخلي عن تمثيل المنتخب الجزائري، ووضع حد لمسيرته الدولية بشكل نهائي. ومن الواضح أن محمد عمر رفيق المتواجد في قطر منذ فبراير 2023 يملك مشروعا واضحا متمثلا في تمثيل المنتخب القطري، وذلك باستغلال قانون التجنيس الذي يشترط الإقامة لمدة 5 سنوات بالنسبة للاعبين الذين لا يملكون أي صلة بالبلد المعني. وكتب الاتحاد الجزائري في بيانه: تلقى الاتحاد الجزائري لكرة القدم اليوم مراسلة من نادي الشمال القطري يبلغ فيها بقرار لاعبه الجزائري محمد عمر رفيق التخلي عن تمثيل المنتخب الوطني الجزائري ووضع حد نهائي لمسيرته الدولية. وأضاف: وقد أكد اللاعب قراره برسالة موقعة منه مرفقة بمراسلة النادي. وقد استغرب الاتحاد الجزائري من هذا القرار. شكرا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة، ولا تنسوا ترك تعليقاتكم والتفاعل مع القناة. إلى اللقاء في فيديو جديد وخبر جديد.